الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فتقوى الله طريق الهدى ومخالفتها سبيل الشقاء. أيها المسلمون، الأسرة أساس المجتمع، منها تتفرق الأمم والشعوب، نواة بنائها الزوجان. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم الشباب لإعفاف أنفسهم بالزواج، فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء. متفق عليه. وحث الدين على اختيار الزوجة الصالحة ذات الخلق الراقي والتعامل الهادي، لا ترفع صوتا ولا تؤذي زوجا. وحث على قبول الزوج المرضي دينه الحسن خلقه، والسؤال عن حال الخاطب والمخطوبة أمر لازم لبيان ما قد يخفى في أحدهما من مثالب قادحة. وعلى المسؤول الصدق في الجواب والبيان بكل وضوح وأمانة لإبداء خواف المحاسن والمساوئ، وكتمان العيب عند السؤال ضرب من الغش للمسلمين. وإذا عزم الخاطب على الخطبة أبيح له النظر إلى مخطوبته بحضور محرمها ودون تدليس في زينة أو تجمل، امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. رواه مسلم. ألا وإن من أسباب التوفيق في الزواج استحضار النية الصالحة فيه، فيتزوج امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، وقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، وقوله في الحديث السابق: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث. ويتزوج طلبا لعفافه وعفاف زوجته، وقد جاء في الحديث أنه حق على الله عون من كانت هذه نيته. ويتزوج طلبا للذرية الصالحة التي تعبد الله وتقيم دينه، ويباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. فمن كان هذا مقصده حري بأن يوفقه الله ويسعده في زواجه. وليعلم الزوجان أن للطاعة التي يقوم بها الزوج أو الزوجة أو كلاهما مجتمعين نور وبهاء وتوفيق ينعكس على حياتهما، كما أن للمعصية والسيئة شؤم يكدر على الزوجين وينكد عليهما عيشتهما. وهذا ما أشار إليه التابعي الجليل الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله: إني لأعرف طاعتي من معصيتي في خلق زوجتي وعثرة دابتي. نعم، إن الحسنة تزرع في القلب طمأنينة وراحة تنعكس على حياة المرء كلها، والسيئة يلاحق شؤمها المسلم أينما حل. والفطن هو الذي يحاسب نفسه دوما ويعرف من أين أتى الداء فأوجع والخطب فأفجع. ففرق بين بيت يحافظ أهله على الصلاة في وقتها معمور بتلاوة القرآن وتدبره وذكر الله وشكره، وبين بيت تسوده الغفلة وتعج فيه المنكرات، فلا يلومن أحد إلا نفسه. عباد الله، إن نسب الطلاق في المجتمع مخيفة وعواقبها وخيمة، ولعل من أسبابها عدم فقه الحياة الزوجية من الفتى والفتاة، وعدم تحليهما بالصبر والأنات. والحياة الزوجية تحتاج إلى ترو وحلم وصبر، فليست كلها جنة وارفة الظلال، فلا بد من اختلاف في وجهات النظر، ولا بد من بعض المنغصات
ولو خلا بيت من المشكلات لخلا منها بيت النبوة. نعم، في بيت النبوة نشأت مشكلات زوجية، وهذا يعد من أكبر البراهين على أن البيوت لا تخلو من بعض المناوشات بين الزوجين، حتى وإن كانا حبيبين يهيم كل منهما بالآخر. ولو كان هناك استثناء من تلك القاعدة لكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يضم خير الرجال وأكملهم خلقا وعقلا وإيمانا، ونساؤه خير النساء وأرجحهن وعيا وفقها. ولنقف على نموذج لبعض ما حصل في بيت بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم. فقد وقعت مشكلة له مع أمنا عائشة رضي الله عنها، فطلبت حكما، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في أبي بكر؟ فقالت: أوافق. فأرسل في طلبه، فلما دخل عليهما أبو بكر رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أرسلنا لك لتحكم بيننا. ثم التفت إلى عائشة وقال: تتكلمي أو أتكلم؟ فقالت: تكلم ولا تقل إلا الحق. فلطمها أبو بكر رضي الله عنه حتى أدماها، وقال: أو يقول إلا الحق يا عدوة نفسها؟ فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم ندعك لهذا ولم نرد منك هذا. والحديث في صحيح البخاري. وإنك لتأخذك الدهشة والاحترام أمام هذا المشهد. أما الاحترام فلشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو المعصوم من الزلل، وقد أرسل لمن يحكم بينه وبين زوجته. وأما الدهشة فمن اختباء عائشة رضي الله عنها خلف ظهر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي الغاضبة منه. وهذا هو معنى الحب الذي عجزت مدارس الأرض وكتبها أن تعلمنا إياه. نعم، إنه الحب الحقيقي، وإن أتت عليه ريح الخلاف وهبت عليه زوابع الغضب، إلا أنه الأقوى والمنتصر بالنهاية. نعم أيها الأحبة، نتعلم من هذا أن الحب الحقيقي هو حب العقلاء الذين يترفعون بحبهم ألا يناله شيء من شوائب الحياة ومشاكلها. حب الأنفس الصافية والقلوب الرحبة لا تذهبه المصائب ولا تزيله الصعاب. إنه الحب الحقيقي لمن أحب أن يراه في سيرة خير البشر صلى الله عليه وسلم. ولو وقفت على هذا الحديث وقفة المتأمل لاستخلصت منه فوائد تنير لك دربك في حياتك الزوجية، بل في حياتك كلها. فمن الفوائد أن يسمح بالاستعانة بطرف آخر حكيم عند حدوث المشكلة قريب من الطرفين ويرضى عنه كلاهما. وفي هذه القصة كان أبو الزوجة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتتحدثين أم أتحدث أنا؟ رسالة إيجابية للموجودين باحترام الزوج لزوجته رغم الخلاف، وليس كما يحدث في كثير من المشكلات باندفاع كلا الطرفين في الحديث والمقاطعة. وحين أخطأت عائشة رضي الله عنها بقولها: لا تقل إلا الحق، لم يستغل الرسول عليه السلام خطأها لإثبات أنه هو المصيب وهي المخطئة. واختباؤها رضي الله عنها خلف ظهره صلى الله عليه وسلم يعطينا دلالة أنها رغم خلافها معه إلا أنها تشعر أنه حصنها والمدافع عنها وملاذها الأخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: إنا لم ندعك لهذا، يؤكد أن اختيار الطرف الثالث لا بد وأن يكون بنية حل المشكلة وليس لتغليب شخص على آخر، وأن يكون هدفه حل المشكلة لا إشعالها. فيا أيها الزوج، خذ درسا من سيرة حبيبك وقدوتك صلى الله عليه وسلم، وكن حليما حكيما ودودا لا يستفزك الشيطان وتأخذك نفسك الأمارة بالسوء لتضخيم المشكلة وهي بسيطة. المشكلة تكون بسيطة حين تأخذ بالصبر والأناة والتؤدة، فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا العنف في شيء إلا شانه. وليحذر الزوجان أن تخرج المشكلة خارج البيت
وأن ينقل ما يحدث بينهما إلى الأهل، فإنه يفاقم المشكلة ويزيدها تعقيدا. وعليهما بالتغافل عن الزلات والغض عن الهفوات، ليدخل ضمن من قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والعبر والذكر الحكيم. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه رحمكم الله واستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، وبعد هذا أخاطب من تدخل الشيطان بينه وبين زوجته فتفاقمت المشكلات وخبثت النفوس، فأقول: راجعوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستعيذوا بالله من عدوكم وعالجوا الأمور بحكمة. وتذكر أيها الزوج نعمة الله عليك حينما كنت أيما فوفقك الله للزواج من هذه المرأة، ليعف كل منكم الآخر عن الحرام، وقد استأمنك عليها وليها عندما سلمها لك، وهي ثمرة فؤاده ثقة بك، فكن عند حسن ظنه، وأمسكها بمعروف ولا تظلمها، واستحمل ما يواجهك من بعض التصرفات لتدوم الحياة بينكما. وتذكر قول ربك: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن. وقد جعل الله القوامة بيدك لأنك أرجح عقلا وأكثر تحملا وصبرا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وليست القوامة بالتسلط عليها وإذلالها وإهانة كرامتها أو طلاقها لأتفه الأسباب، فالطلاق أبغض الحلال إلى الله، وقد شرعه الله إذا استحالت الحياة بين الزوجين، وبالصبر واحتساب الأجر وطلب الإعانة من الله والإلحاح عليه بالدعاء يعينك الله ويجعل بينكما مودة ورحمة. وقد قال الفاروق رضي الله عنه لرجل أراد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها: ويحك، وهل كل البيوت تبنى على الحب؟ فأين الرعاية وأين الذمم؟ وتأكد أنك لن تجد المرأة البديلة بسهولة، وإن وجدتها فلن تكون خالية من العيوب، وربما كانت عيوبها أكثر ممن طلقت، فتضطر للصبر عليها لخوفك من تكرار الخطأ مرة أخرى. فاقطع الطريق على الشيطان في البداية، وتذكر حسنات زوجتك، تجد حسناتها تغلب على سيئاتها، والله يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقد أوصانا عليه الصلاة والسلام بالنساء بقوله: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وليعلم كل زوج أنه يمر بزوجته حالات تضطرب فيها نفسها ويتغير مزاجها، وذلك في حالة نفاسها أو دورتها الشهرية، وتنتابها آلام وتقلصات وتغيرات في جسدها ربما أثر على حياتها معك، فلا تؤاخذها، وراعي مشاعرها واصبر عليها حتى تمر هذه الفترة بسلام. وكثير من المشاكل وحالات الطلاق ربما تقع بهذا السبب، وهو عدم مراعاة المرأة في تلك الحالة، فقد تكرهك زوجتك وتبتعد عنك بغير قصد، فانتبه رعاك الله، وحافظ على الأذكار، حافظ أنت وإياها على الأذكار طرفي النهار، ولا تبدي ما تعيشانه من سعادة وهناء لكل أحد، فإن العين حق. بارك الله لكل زوجين زواجهما وجمع بينهما بخير ورزقهما الذرية الصالحة. هذا، وصلوا وسلموا على من بعثه الله رحمة
وقدوة للعالمين محمد بن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك في محكم تنزيله، فقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وخص منهم الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، واخذل من خذلنا وخذل عبادك المؤمنين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم رد شاردهم إلى الحق، اللهم استر على نسائهم وأصلح شبابهم، ووفقنا جميعا للتوبة النصوح والرجوع إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء دينك الذين يصدون عن سبيلك ويفسدون في أرضك ويظلمون عبادك. اللهم انتقم منهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا باليهود الغادرين عجائب قدرتك. اللهم عليك بالنصيريين الظالمين. اللهم عليك بالحوثيين المعتدين. اللهم عليك بكل عدو للدين. اللهم شتت جموعهم وخالف بين كلمتهم، واقذف الرعب في قلوبهم، واجعل بأسهم بينهم. اللهم اكف المسلمين شرهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنهم عافيتك، وأنزل بهم رجزك وعذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على الحدود. اللهم سدد سهامهم وآراءهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اخلفهم في أهليهم. اللهم تقبل شهداءهم واشف جرحاهم، وردهم إلى أهلهم غانمين سالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، ارزقهم البطانة الصالحة، واصرف عنهم بطانة السوء. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.